طيب تمام، خدتوا جوميز. انتوا لا خدتوا قوميز، خدتوا قوميز. خلاص ماشي، معاكم فلوس كيشتوا شلتوا قوميز، ما عندناش مشكله. انما استظراف، هنستظرف بقى وهنحلو على بعض وهنبدا. لا، ما هو كله الا دي، يعني كله للاستظراف وانك تحلو عليا عشان انا مش، بص انا جدتي مش خالصه. بص رساله نادي الفتح السعودي، رساله نادي الفتح السعودي اللي عملها وهو بيقدم قوميز. ده طلع اسمه قوميز يا جماعه. طلع اسمك قوميز. يلا انت بقالك داخل في سنه معايا في الفرقه، وجوميز راح جوميز جه وانت اسمك قوميز في الاخر. قوميز. تمام. بص بقى الفتح السعودي بيقول ايه. رساله مستعجله. ليه مستعجله؟ ايه هتعمل اوردر؟ الكبسه خلصت. ليه مستعجله؟ ما احنا قاعدين. ايه اللي ايه اللي مستعجل يعني؟ وراك ايه؟ رساله مستعجله من فتح الفن والهندسه. فتح الفن والهندسه. طب وضم الواو؟ فين ضم الواو بقى؟ ده فتح الفن والهندسه. طب وايه يا جماعه؟ فتح الفن والهندسه. ما تاخدوا اساتذه الصغير، خدوا خدوا امسكوا، امسكوا الراجل ده بقى خلاص. لما فتح الفن والهندسه تقوم الزمالك ايه؟ طيب امال احنا الزمالك السعودي وانتوا فتح الفن والهندسه؟ ما انا مش فاهم، انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه والله العظيم ثلاثه ما حد جاب لنا الكافيه الا احنا. خلينا يا باشا، خلينا يا باشا نستحمل بقى خفه الدم السعودي، استحملها. قال لك رسالة مستعجلة من فتح الفن والهندسة إلى السيد جوزيه قوميز. السيد جوزيه جوميز سابقا: نحن بحاجتك، نراك قريبا في فتح الفن والهندسة. ما تقولش الكلمة دي تاني، الكلمة دي قسما بالله والله بتأشعر لي جسمي. فتح الفن والهندسة، ايه الاستفزاز ده يالا؟ وجايبين بقى واحد مقعدين ماسك القوس والسهم وقاعد ننتظرك، والنهارده بيقدموه رسميا قوميز فتحاوي. يعني استاذ حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك طلع من 72 ساعه تقريبا قبل الراجل ما يهرب بساعات، وقال لك جوميز. جوميز. طب اسكت، اقعد ساكت، اقعد ساكت، مش عارف حاجه. فقال له قول لي حضرتك جوميز ايه؟ طيب ما انا، قال له خلاص بقى، ده جوميز ده مش برتغالي، جوميز ده زملكاوي. جوميز مش برتغالي، جوميز زملكاوي. هو الزملكاوي ده بقى جنسيه؟ انت دغدغ مشاعر الجماهير، دغدغ. ايوه، يقول لك لا جوميز ده مش برتغالي، جوميز ده زملكاوي، الجنسيه زملكاوي. خلاص. شفت انت في الاسبوع زمان لما كنا بنجيب كارت المعايده ده في اسبوع العيال الصغيره، ونقوم حاطين كارت الصغير كده فتلاقي مكتوب عليه ايه؟ فصيله الدم سكر مكرر، مقر الاقامه عند بابا وماما. فاهم حاجه؟ وهكذا بقى. فده جوميز الجنسيه زملكاوي، مش برتغالي، لا ده زملكاوي. ده احنا ليلتنا نيله، ده احنا ليلتنا نيله. خدوا مننا اللي جنسيته زملكاوي. شوف لنا بقى واحد جنسيته برتغالي عادي بقى، بني ادم طبيعي جنسيته برتغاليه عادي يعني. ما انت اللي غلطان حضرتك، انت اللي غلطان حضرتك. هنجيب مين بقى؟ ولا مش هنجيب مدير فني اجنبي ونقضيها مصري زي ما خالد الغندور قال امبارح؟ اللي فجاه كده فجاه بيطلع يقول كلام، يقول لك انا هجيب مدرب اجنبي ليه؟ هو انا بلعب في كاس العالم للانديه زي الاهلي يا باشا؟ بلعب دوري ابطال افريقيا زي الاهلي؟ انا بلعب في الكونفدراليه البطوله الاضعف. اعترفت يا كابتن خالد بعد 800 سنه ان الكونفدراليه هي البطوله الاضعف، وان البطوله هي البطوله اللي لا تليق بنادي الزمالك وباسم الزمالك. الكلام اللي احنا لما كنا بنقوله في عز ما احنا كسبانين الكونفدراليه وبنقول يا جماعه نفرح بالكونفدراليه، لكن لازم تعرف ان ده مش مكاننا. كان بيتقال لك ولا بس يا ده مطبلات طالع بس اسكت قاعد ساكت. في ناس دمرت عقليه جزء كبير جدا من جماهير الزمالك، ودينا بنحصد. ما عنديش كلام تاني اقوله منك لا قميز. سلام عليكم.